ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايه اكلمكم عن ماكينه القهوه بتاعتي اللي هي ديلونجي ديديكا. هي يعني بقالها معايا 3 سنين. فالنهارده جالي زي اشاره ان هي عايزه تتنضف. فقلت اوريها لكم وانا بنضفها وبستخدمها ازاي وكده، عشان لو حد حابب يجيبها او لو حد هي عنده وعايز ينضفها. الاشاره دي، الزرار ده يعني بيبقى لونه ابيض زي بقيه الزراير، بس هو زرار التبخير لما بيتحول لاورنج بيبقى هو عايز، يعني المكنه عايزه تتنضف. تمام. فهي بيجي معاها زي محلول كده، وبيبقى جاي معاها الورقة دي، بيبقى مكتوب فيها طريقة استخدامك لتنظيف المكنة بالمحلول ده. تمام. بنقوم واخدين التانك بتاعها وبنقوم نملاه مية، وبنحط فيه المحلول اللي هو بيبقى جاي معاها اللي انا وريته لكم ده. بنحطه بنملاه مية لغاية اهو زي ما انا بوريكم كده المحلول، بنملاه لغاية كلمة ماكس. تمام. بس وبنبتدي نحط وعاء تحت العصاية بتاعة التبخير، ووعاء تحت المكان ده علشان طبعا واحنا يعني بنعمل عملية التنظيف بينزل مية علشان خاطر ايه، تنظف الماكينة وكده. بندوس دوسة طويلة على زرار التبخير عشان يبتدي يعمل تنظيف ذاتي للماكينة كلها. بصوا بقى دلوقتي هي بتنزل من عصاية البخار المية، لما بنجيب الزرار تاني نرجعه تاني بيبتدي ينزل من الناحية التانية برضو مية. يبقى احنا كده بننظف من المكانين اللي احنا بنستخدمهم. تمام. او بتعملي من هنا شوية ومن هنا شوية، او ممكن مثلا تملي التانك مرة لعصاية البخار ومرة تانية للمكان التاني. تمام كده. يبقى احنا خلصنا التنظيف وادت لنا الزرار بتاع التبخير ابيض زي مكان في الاول. دلوقتي بقى هوريكم بنعمل يعني الاكسبريسو ازاي وكده. بنحط البن وبنبتدي ندوس عليه كويس. هي بتيجي المعلقة دي برضو معاه. بصوا انا كده بركبها غلط. تمام. المفروض بنجيبها من السهم ده وبنرجعها لغاية السهم اللي هو في النص ده. يبقى كده احنا ركبناها صح. معلش عشان ابني كان معايا فاتلخبط. عشان نحط مج كبير لازم نشيل الجزء ده منها. لو هتحطي فنجان صغير عادي، خلي الجزء ده موجود علشان يبقى يعني قريب من الماكينة وهي بتعملك الاكسبريسو، علشان يعني ما يبهدلش الدنيا وكده. هندوس دوسة مطولة على التو شوت كده. هي عملت لنا التو شوت. تمام. بعد كده هنبتدي نشغل الزرار بتاع التبخير ونقوم لافين الزرار ده كده ونحط اللبن. لازم تكوني مش ملياه على الاخر علشان تدي فرصة للبن يعني يعمل الفوم بتاعه، لان هو كده كده بيكتر يعني عشان يعمل لك اللبن يبقى كريمي كده. بعد كده بتعملي كام خبطة كده عشان ينزل معاكي مظبوط. بس وبعد كده بتصبي بالطريقة دي. بصوا بيبقى تحفة تحفة. يعني لو عايزة بقى تعملي شكل او عايزة تزوقي الكوباية من فوق بتحطي شوية بن او كده. وكده يبقى احنا خلصنا الريفيو عن مكنة ديلونجي، وقولولي ايه رأيكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا